شكرا للزميل العزيز محمد عفيفي. واذا لم تسجل فعليك ان تتقبل الاهداف. هذا هو شعار فريق الاسماعيلي في لقاء اليوم. الاسماعيلي بيحرز الهدف الوحيد في الشوط الاول. شكر نجيب بيحرز الهدف في الدقيقه 39 رغم ضغط من فريق نادي المصري على نادي الاسماعيلي. كابتن علاء، رغم افضليه واستحواذ فريق المصري على الاسماعيلي، لكن المصري بيتاخر بهدف امام الاسماعيلي. ما زال يفقد الحته التهديفيه النادي المصري عكس السنه اللي فاتت. السنه اللي فاتت كان من نص هجمه بيجيب جون. احمد رؤوف بامانه فارق جدا مع النادي المصري السنه دي. صحيح. يعني احمد رؤوف عامل فراغ كبير جدا للنادي، مع احترام لكل اللعيبه، كل لعيبه، ما كل واحد ربنا بيديله موهبه. لكن موهبه التهديف اللي موجوده في احمد رؤوف افتقدها النادي المصري السنه دي. لو موجود احمد رؤوف في المباريات اللي بيضغط فيها النادي المصري، عمل لغايه دلوقتي عامل موسم كويس قوي، مباريات هايله جدا، لكن بيجي له اهداف كتيره. حضرتك زي ما تفضلت قلت من يضيع بيستقبل. نعم. ضيع جوان كتير جدا في الماتش ده، بس في ماتشات كتير. فانا شايف ان النادي المصري بيعمل مباريات حلوه قوي، وعنده الحته التهديفيه بصعوبه، بيقدر يجيب جون ياخد 3 نقاط. صحيح. فما زال يعاني من هذا انهاء الهجمه. الاسماعيلي يعني كرة راح بيها، بس واضح ان دفاعات فريق النادي المصري مفتوحه. اتكل على الهجوم، دفاعاته كلها مفتوحه. شكر نجيب راح بكوره هدف. اللي قالوا علاء على راس الحربه اللي افتقدوا المصري بانه احمد رؤوف هداف، كان كل الشغل اللي بيتعمل ده من اونش وكابوريا، كل ده كان بيترجم في اكثر الاحيان بيترجم باهداف عن طريق رؤوف، لانه رؤوف كان هداف. صحيح. نفس القصه هقوله وقلتها في البدايه لما قلت لك انه الاثنين اللي في القلب متوظفين، لانه الاثنين اطراف اساسهم اسامه واحمد ايمن منصور. بعد محمد مجدي ما مشي راح نادي الزمالك، كان قافل الحته دي، لان كانت شغلته مساك، شغلته سردباك. صحيح. فمهما هتلعب كره حلوه ومهما هتبقى عندك الشكل الاداء الجمالي ده، ممكن في ماتشات زي ما انت قلت هتكسب، لكن في معظم الاحيان هيكون عندك خلل في الناحيه الدفاعيه. طب انت عندك حماده طلبه. ما هو ما بيلعبش حماده طلبه. حماده طلبه لما بيلعب على الاطراف بالظبط. يعني انا حته القلب دي لازم في يناير لازم يكون في 2 على الاقل مساكين. ازاي ما اعرفش، لانه كل الشكل الجمالي اللي في اللعب والنواحي الهجوميه والتحركات الهائله اللي بتحركها اونش وكابوريا واحمد جمعه، لكن في النهايه عشان يتقال عليها حلوه لازم تترجم لاهداف، وهي صحيح. غالبا بتضيع غالبا، ونادرا لما بتيجي اهداف. وفي المقابل ممكن ان انت تقبل اهداف زي ما انت شفت الجول ده بهذا الشكل. ماتش الزمالك بيتكرر. صحيح. ماتش الزمالك بيتكرر. انت بتلعب وبتروح وبتضيع اهداف لان الهداف مش موجود، وفي لحظه بيدخل فيك هدف لانه مفيش مساك، مفيش حارس مرمى. فحاجات مهمه جدا عشان يكتمل التيم، وانت والجهاز الفني وحسام يقدر يجني الثمار اللي هي المفروض انه الشغل ده والكره الحلوه دي في النهايه تترجم. لكن ما زالت الدفوهات اللي موجوده في المصري مهمه وخطر عليه. لكن في المقابل الاسماعيلي بيلعب على قد لعيبته. شايف ان المصري احسن هجوميا فدافع، دي امكانيات اللي موجوده. الناس ما تزعلش، دي الامكانيات اللي موجوده النهارده في الاسماعيلي، لكن في النهايه استغل هدف، استغل هجمه مرتده وجاب هدف. صحيح. هنشاهد حالتين في الشوط الاول، حاله في الدقيقه العاشره من عمر هذا الشوط، والاخرى في الدقيقه 25 تجسد الحاله الفنيه لكلا الفريقين. دي هجمه للفريق نادي المصري البورسعيدي، ودائما وابدا بتتواجد هذه الهجمه بالنسبه للفريق المصري البورسعيدي، والجبهه اليمنى واستغلال الجبهه اليمنى بالنسبه للنادي الاسماعيلي والمشاكل الدفاعيه. لكن انهاء الهجمه كما ذكرنا طبعا متواجد. بص يا كابتن، الهجمه من الجنب الشمال خلاص، هو قرر هو في جنب شمال شغال. والجميل في الموضوع اللي هو لما وصلت الكره جنب الشمال ضرب سبرنت جوه لراس الحربه. بص دلوقتي ستوب 3 اهم هناك، 1 2 3. كان ناحيه دفاعيه طبعا ما قدرش يلحقه زي السهم الموجود. ستوب. بص الاختراق يا كابتن اللي هو اتعمل من ما اعرفش رقم كام، شكري، من اللي هو اللي هيدخل يلعبها مش اللي هيلعبها، اللي دخل ال 18 شكري ده. بص احمد شكري، يعني ده تحرك اكتر من رائع
ان هو خلاص الكره وصلت في الجنب الشمال وهو دخل بسبرنت جوه عشان يقدر يجيب جون. فدلوقتي بقى في ثلاثه من المصري. على فكره ينقص الجميع الانديه المصريه التواجد او الكثافه الهجوميه في ال 18. لما هجمه زي دي يبقى تلاقي ثلاثه في ال 18 على مرمى الاسماعيلي، ده حاجه كويسه قوي. صحيح. ده تحرك كويس هايل طبعا. الحته الدفاعيه طبعا من اولها بايظه كناحيه اسماعيلي. من اول ما بدات الكوره في الجنب الشمال الضغط وحش وتاخر في الرقابه لغايه لما وصلت في الجنب الشمال برضو في تاخير واتلعبت بعد كده ممكن الكوره دي تسبب جون. بس ده تحرك هايل وجمله هايله من النادي المصري واتكررت اكتر من مره. كررت كتير. في الدقيقه 25 كابتن دي حلقه اخرى وهجمه اخرى. بص لعب الكوره، بص يا كابتن، بص شغل يعني دي حلقه اخرى. اتفضل. دي 25 دقيقه 25 نفس الاختراق. شوف الباك ليفت ما ضمش. المصري بيعملها كويس لكن هيضيع برضه. ده قنش المره دي وعملها قبل كده وضيع، وعملها قبل كده وجاب اجوال. لكن في النهايه زي ما قلت لك الثلث الاخراني الاربعه الفرود الثلاثه الاماميين وراهم كابوريا بيتحركوا تحركات هايله وكلها تحركات في العمق وبتتعمل لهم الكره ان تايم في تايم كويس، لكن ما بيسجلوش. صحيح. في عدم توفيق وفي عدم ايه يعني مش شغلته مش يجيبوا امكانيات بالظبط مش دي شغلتهم. لكن ممكن يجيبوا جون على كل 3 ماتشات يجيبوا جون، كل 4 ماتشات يجيبوا جون. في المقابل طبعا ديفنس الاسماعيلي بيتحرك غلط جدا طول ال 45 دقيقه على فكره، مش في الكورتين دول بس. طول الوقت بيتحرك يا اما متاخر يا اما ما فيش تغطيات لبعض، ما فيش ومفيش مسانده ما فيش تمركز بشكل كويس. نعم. التغييرات بالنسبه للنادي المصري، هل ممكن هيرمان كواو يضيف حاله هجوميه النادي المصري البورسعيدي ويكثف الناحيه الهجوميه كابتن حسام حسن؟ ممكن. عنده هيرمان كواو، عنده سعيد مراد، الاثنين يعني بنسبه 80% هيكونوا متواجدين. هيرمان كواو ذا سيم يعني في التضييع استاذ في التضييع. لكن هيطلع مين بقى؟ هي دي المشكله. هم ماشيين بشكل كويس يعني عاملين خطوره. هو انقذهم التهديف. ما هي يعني انا ده مش موجود في انا عمال اوصلك مش عارف اجيب جول. احمد رؤوف يعني كان من النص ده كان يقدر يجيب لك جوان سهله جدا، كل الكور دي جوان. فخلاص احنا مش هنتكلم بقى على الماضي، بس هم ينقصهم هذا المكان. الراس الحربه اللي بيقدر يستطيع اللي هو يجيب له جون. هي دي مشكله النادي المصري. لكن كفرقه او كتكتيك او شغل مدرب لا، ده انا بوصلك للجون كتير وماسك المباراه وبعمل جمل من الجنب اليمين وبعمل جمل من الجنب الشمال. لكن في الاخر كل ده بيترجم بهدف. دي اللي ناقصاني بس. والاسماعيلي قبل ما اروح لكابتن ضياء، الاسماعيلي طبعا كسبان 1-0. هنا لا، التفكير هيتغير وبيلاعب فرقه مش سهله وبيلاعب فرقه شايف اللي هو مضغوط الشوط الاولاني. انا في تقديري اللي هو هياخد من حسني عبد ربه اقصى حاجه ممكنه وهينزل واحد في نص الملعب. محمود عبد العزيز. محمود عبد العزيز هينزل بيبقى مع محمد فتحي وعمر الوحش بحيث ان هو يقدر يمسك الملعب شويه. كابتن ضياء، بالنسبه للمصري انا شايف انه اللي موجود على ارض الملعب خصوصا في الجزء الامامي بيأدوا بشكل كويس جدا. تمام. مفيش حد من اللي قاعد بره هداف يعني. يبدا يغير امتى؟ انا بقول لك مش شرط في بدايه يبدا يغير لما حد يتعب من الناس اللي قدام. هو دايما بيعمل تغيير، دايما بيطلع شكري ما بيكملش، احمد شكري ما بيكملش للاخر، وبعدين ممكن سعيد مراد وجمعه في احمد قطاوي برضه اللي لعب المباراه. قطاوي بيلعب على الاطراف يعني زيه زي شكري يعني. بالنسبه للاسماعيلي هو التغيير لو فضل 1-0 بعد ربع ساعه ده دايما بخياره لانه بيشوف ان حسني ما يقدرش يكمل، فبيبقى محمود عبد العزيز اللي هو دايما بيبقى خيار اول على اساس انه يملى منطقه النص واساس انه يدافع بشكل كبير جدا، بيجري كتير صغير. بعد كده عنده التغييرات التقليديه على الصعيدي مكان شكري نجيب، لكن على الاداء بتاع الاسماعيلي في نص الملعب مش هيحتاج دلوقتي بعد ربع ساعه غير تغيير في نص الملعب، بحيث انه بدل ما يلعب 2 وقدامهم حسني تحت راس الحربه يلعب 3 عشان يضيق المساحات على النادي المصري اللي هو مخترقها فعلا طول الشوط الاولاني. يبتدي يامن امتى كابتن اشرف خضر؟ في الدقيقه كام؟ يعني بعد ربع ساعه من الشوط الاولاني يبتدي بقى يامن ويلعب بدري شويه. لا كويس. هو المفروض يبتدي اكتر من كده بدري. يعني مع بين الشوطين لانه هو فعلا اوريدي مخترق. يعني المصري راح ب3 4 كور، فلازم يعالج ده، يا اما يعالجه من جوه الملعب يا اما يعالجه بتغيير. جوه الملعب ازاي؟
الملعب بقى يثبت حسام يرجع عبد الله في حسام. الملعب شويه. يرجع هدف في وسط يا تورك جبرين، يا اما تعليمات بقى صريحه لحسام عبد الله يثبت في نص الملعب. ما تزيدش. ما تزيدش عن كده خلاص. انت يعني حسام عبد الله لو تشوف الجون هو اللي ضارب سبرنت في هو نص الملعب بالظبط. وخبطه فيه تمام. بالظبط. فاما حسام عبد الله خليك في نص الملعب تثبت، يا اما يدي الحريه ويخلي تورك جبرين يفرد في نص الملعب. وبالنسبه للمصري يدفع بكل اوراقه امتى يا كابتن ضياء؟ يلعب المصري الكل في الكل. المصري هو يعني انا بشوف انه حسام بيثق في المجموعه بتأدي كويس. لكن هيضطر لما يبتدي الناس تتعب بعد تلت ساعه 25 دقيقه هتبتدي المجهود، لانه هيبقى مجهود مضاعف، لان انت هم عايزين يتعادلوا. هيضطر تبقى فيه كميه احتكاك اكتر وجري اكتر وجهد اكتر، فبعد تلت ساعه ممكن يستعين باي ورقه، اللي انا مش شايف ولا ورقه في اللي موجودين يقدروا يغيروا. هو سعيد مراد لو كان راجع لا، في نقص رهيب من الاصابه سليم يعني، او في مراكز مهمه، نقص رهيب في اماكن مهمه. عنده محتاج 4 مراكز، هو السردباكين وحراسه المرمى في الانتقالات يعني. في الانتقالات حتى هم مطالبين بالاستبدال يعني. بس في ملحوظه برضو لاحظها كابتن ضياء، ملحوظه جميله يعني بقولها بالنيابه عنه، يعني فعلا بتوع المنتخب فين النهارده في المباريات؟ يعني حسام باولو فين؟ حماده طلبه فين؟ عصام الحضري فين؟ يعني حسام باولو نزل شوط ثاني. لا بنتكلم في منتخب مصر يعني. واحد يعني واحد هو لعيبه المنتخب لما رجعت انديتها الى الان ما لعبوش. وبكره علي جبر بره، انا قريت انه بره علي جبر متضايق ومحمد صلاح سافر خصم والنني سافر. طب بالظبط. منتخب مصر يلعبوا امتى يعني؟ يعني حاجه غريبه جدا، ملحوظه جامده جدا في الدوري المصري. ازاي يعني الناس دي بتلعب منتخب مصر وما يعني مش ما لعبوش في انديتهم؟ ما لعبوش في انديتهم يعني، او النهارده ما لعبوش ليه يعني؟ يعني حماده طلبه ما كان موجود مع مش متواجد بديل. حسام باولو بديل. كلنا بنناشد ان هو يلعب اساسي منتخب مصر، ما لعبش ليه؟ كلهم بدل يا كابتن. ماشي. ده الملحوظه دي بتاع كابتن ضياء. كابتن انا عارف، وانت اللي بتجاوب عن الكابتن ضياء. طبعا هتحدث الشوط الثاني هيبدا. طيب لسه فاضلنا شويه في الشوط الثاني بالنسبه لمباراه المصري والاسماعيلي. هتكلم على نقطه مهمه جدا، هي احمد الصعيدي ممكن يدفع بيه مكان شكري نجيب، يكون بديل، يكون اسرع، ولا هيدي شكري نجيب الثقه احرز الهدف الاول؟ شكري جاب جول الماتش اللي فات، الماتش ده جاب جول. وقبل كده في النتائج السيئه كانت الناس والجمهور والناس بتقولوا بيهاجموا شكري بشكل كبير جدا وهاجموا الصعيدي بشكل كبير جدا. فانا بعتقد طالما خد الثقه يبتدي يشتغل، يبتدي ياخد اكتر، يبتدي يطول وجوده في الملعب طالما الامور ابتدت تمشي معاه وتفك بشكل كويس. ما اعتقدش انه يقدر دلوقتي يغيره يعني، لانه ماشي بشكل كويس وهو بيحرز اهداف، واحرز الماتش اللي فات في ماتش انبي وهدف كان مهم جدا. والنهارده احرز هدف. فبعتقد تغييره هيكون مع التعب بس. ممكن يلعب الكابتن حسام حسن كل في الكل، يلعب انا عارف ان فريد شوقي 4-1 يلعب بفريد شوقي كلاعب ارتكاز، وينزل هيرمان كواو ويطلع اسلام صالح ويلعب 4-1 بس مش من اول شوط ثاني. ده ممكن بكتير اللي انت بتقول عليه ده ممكن مثلا في اخر ربع ساعه يقول لك انا عايز اكسب بقى خلاص، ما هو خلاص الوقت عمال يسرقني. ممكن يعمل كده، ممكن وارد. ممكن كابتن ضياء انا ما شفتش هو حسام عملها قبل كده. اصل انا احب الحاجات اللي تكون اتعملت واتجربت هي اللي تتكرر. طب ما هو الكابتن المختار ما جربش 3 قبل كده؟ ما جربش ايه؟ لا 3 قبل كده. انك تلعب 3 اسهل انك تلعب 4-1 نذهب سريعا نشاهد الشوط الثاني من هذه المباراه. المصري الاسماعيلي متقدم بهدف مقابل لا شيء عن طريق شكري نجيب في الدقيقه 39 مع الزميل العزيز محمد عفيفي. ابقوا معنا.